ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل شويه كوارع كده يستاهلوا بقكم. من غير بقى ريحه زفاره ومن غير اي حاجه خالص، وكمان هيستووا بسرعه جدا. وفي شويه تكات كده هقول لكم عليهم وانا بتكلم في الفيديو، هيعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا بصوا بقى هنعملها ازاي. شايفين منظر الكوارع ازاي؟ مفيش اي ريم، مفيش اي حاجه، وشايفين لون الشوربه حلو ازاي. تعالوا هنشتغل مع بعض كده خطوة بخطوة، وإن شاء الله هتعجبكم طريقتي. طبعا عايزين بقى تحطوها في الفرن، عايزين تاكلوها زي ما هي كده زي ما تحبوا، مفيش أي مشكلة. المهم ان احنا نعملها بطريقة كويسة، وكمان بطريقة صحية من غير اي زفارة من غير اي ريحة، عشان في ناس كتير جدا ما بتحبش الكوارع بسبب ان هي بتبقى زفرة. اول حاجة هنا احنا غسلنا الكوارع كويس جدا 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 بملح وليمون ودقيق، وخليناها زي ما شفتوا شكلها كده. عندنا هنا مية بتغلي، هنحط الكوارع في المية اللي بتغلي دي. شايفين احنا هنحطها كلها، كل الكمية طبعا بتاعتنا. شايفين بيضة قشطة ازاي مغسولة وزي الفل، كمان هي كمان جاية من عند الجزار نضيفة وزي الفل. معايا هنا بقى الخضار اللي هحطه. معايا هنا ورق لوري، حبان، قرنفل، طماطم، بصل، جزر. تمام، كل هتحطي على قد الكميه اللي انت عايزاها. يا دوبك الكوارع خدت غلوتين كده، حوالي مثلا 5 دقايق. بصوا بقى في حاجات زفرة كده طلعت على الوش، طبعا انا دلقتها خالص كل المية دي وحطيتها في المصفى وشطفتها بمية من الحنفية نضيفة. تمام كده. بعد ما شطفتها كويس في مية نضيفة من الحنفية، هحط بقى الحاجات اللي انا وريتها لكم دي في قلب الحلة اللي انا سلقت فيها. البصل والجزر والقرنفل والورق اللوري والحبهان والطماطم. هنزل بقى عليهم بالكوارع اللي انا غسلتها كويس جدا وطلعت كل الزفارة منها. احطها بقى في الخضار الجميل ده اللي هيديني روايح حلوة قوي وطعم جميل جدا للكوارع. هحطهم بقى كده وهشوحهم تشويحة على ما اغلي مية. بس حطيت مية في الكاتل تغلي، وهنزل عليهم بمية مغلية. لازم تنزلي عليهم بمية مغلية، ما ينفعش تنزلي عليهم بمية ساقعة. تمام كده. تحطي مية لغاية لما تغطيهم، وبعد كده هتسيبيهم بقى على النار. انا هحط طبعا الحاجات بتاعتها، الفلفل الاسود والملح دلوقتي. مفيش حاجه اسمها على فكره يا جماعه، خرافه جدا الناس اللي بتقولك الملح بيقلل من تسويه اللحوم. لا خالص على فكره. طول عمري بعمل اللحمه او الفراخ او اي حاجه بحط لها الملح معاها، عشان اللحوم دي اول ما بتنزل في الشوربه بتشرب من الشوربه او الميه اللي انت حطاها. اول ما بتحطي اللحوم بتشرب بقى من الفلفل الاسود والملح، بتلاقي طعمها جميل كده وانت بتاكليها. تمام كده. انا زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت الملح والفلفل الاسود بس، ما تحطيش اي حاجة تانية غير الحاجات اللي انا حطيتها دي. هنسيبها بقى تستوي. اول ما هتغلي جامد كده هبطي النار عليها، هخلي النار شمعة. اي لحوم تسويها على نار هادية خالص تديكي نتيجة جميلة جدا. هشيل طبعا الحاجات اللي على الوش دي. آه، ده طبعا الحاجات دي بتبقى زفرة، ما كنتيش تشيليها هتخلي لك ريحة الأكل مش حلو، مش لطيفة يعني. بالراحة كده واحدة واحدة، وهنشيلهم مع بعض. مش هنخلي أي ريم أو أي رغاوي زي كده في الحلة. عايزينها تبقى رايقة وجميلة كده زي ما وريكم في أول الفيديو. هنا بقى تحمير العيش، في ناس برضو مش بتعمل الفتة، بتقطع العيش كده أو بتكسره كده من غير التكة ديت. بيبقى على فكرة ما بيبقاش لذيذ زي التكة اللي احنا بنعملها دي. ان احنا بنقطع العيش عيش بلدي خالص جايبينه من الفرنة، وبعد كده بتحطي عليها معلقتين سمنة بلدي حلوين كده وتحمري بقى على النار بالشكل ده. هيديكي تحميصة وريحة مش قادرة أقولك على الجمال بقى. بس كده، مش قصة خالص ولا فيها أي صعوبة ولا أي حاجة خالص. ممكن تحطيها في الفرن على فكرة، بس أنا استسهلت يعني على عين البوتاجاز. قلبتهم كده على عين البوتاجاز، ما خدوش معايا 3 دقايق. باجي هنا بقى أشوف الحلة بقى، أشوف الدنيا عاملة إيه معايا. شايفين الروقان؟ طبعا أنا ما خليتش أي ريم على وش الحلة وشيلته كله كله كله. شايفين لون الشوربة عامل إزاي؟ طبعا الشوربة لسه اللون ده كده بتبينك إن الكوارع لسه ما استوتش. اول ما الشوربه تبيض وتبقى بيضه كده زي ما وريتها لك في اول الفيديو، تعرفي كده ان الكوارع دخلت في تسويه او استوت بمعنى اصح. طول ما الشوربه لسه كده، شوفوا، كل ما بتخش في التسويه كل ما بتلاقي الشوربه لونها بيبيض. شايفين؟ شايفين بقى الكولاجين اللي على الوش ده؟ حاجه كده ما اقولكوش يعني. والكوارع دي حاجه جميله جدا، يعني يا ريت تواظبوا عليها. على الاقل خالص مرتين في الشهر ولا حاجه، يمكن يا ريت يكون اكتر كمان.
شوية الكولاجين دول اوعوا ترموهم ولا اوعوا تفرطي فيهم، دي ممكن تسقي منهم ورق عنب، ممكن هتسقي منهم طبعًا أكيد الفتة، تشربوا منهم كده على الأكل، تحطي كده عملت بقى هنا شوية رز أبيض بقى عشان الفتة بقى لزوم الفتة بقى، وحاجة كده تحفة. والصلصة أنا عملتها برضه هنا ما رضيتش أطوّل الفيديو، أهم حاجة عندي طريقة الكوارع.